السلام عليكم. الفيديو النهارده هنعرف ازاي نخلي فيجوال ستوديو كود زي المحترفين، زي الاجانب، اللي هو بيبقى شكله حلو وبيبقى يحببك في الكود وهكذا. يعني مثلا اول حاجه، انت اكيد زهقت من اللون العادي او من السيم العادي ده. ففي سيم احلى بكتير اسمه روي ماندرس. هتيجي تعمله انستول. بس هتعمله انستول هتلاقي معاك شكل فيجوال ستوديو كود اتغير، وبقيت الوانه احسن وشكله اريح العين. هو في اكتر من سيم، ممكن تختار ستورم، ممكن تختار ايه يريحك، بس هو احلى واحد بالنسبه لي هو ده. تمام. نيجي لتاني حاجه، عاوزين نغير شكل الايكون دي. شايف الشكل العادي او الشكل الطبيعي ده او الشكل، يعني عاوزين نخلي شكلها احسن ومواكبه للسيم الجديد. فهنكتب سيم فوق. نخش هنا ونعمل انستول. هنلاقي معانا ان الشكل اتغير، الشكل بقى احلى واتغير. هيبان في حاجات كتير لو فتح اكتر من مشروع وحاجات تاني في الجافا سكريبت وهكذا، فتلاقي الشكل بقى احلى بكتير. لو جينا ركزنا هنا هنلاقي بص الكتابة بتتكتب ازاي، اللي هو يعني بتقطع او يعني شكلها مش حلو. تمام، او مش عارف هتبان معاكم في التصوير ولا لأ. بس احنا عايزين نخليها سموز، عايزين نخليها كده ايه، شكلها احلى. نفتح سيتنج وهنكتب سموز. نكتب سموز، هنيجي هنا وهنخليها اون. لو جينا لاحظنا دلوقتي نلاقي الكتابة بقت اسلس، الكود بيأسس في الكتابة. مش عارف هتبان معاكم في التصوير ولا لأ، بس لو لما تيجي تعملوها عنديكم هتحسوا بفرق في الكتابة. وعشان نخليها لايقة أكتر، فشايف الكاونتر اللي شغال بيعدي ده أو اللي بيعمل ده، هنيجي هنا في السيتنج برضو وهنخليه بدل بلانك هنخليه سموث. لحد دلوقتي هتلاقيه بيفتح ويقفل ايه، أو بيظهر ويختفي بحركة سموث. أو ممكن تخلي مثلا اكسباند، وهتلاقي ايه، هتلاقي الفرق. بس هنخليه، أنا شايف إن أنا هخليه سموث أحلى. نيجي حاجة تانية، لو أنت كاتب كود طويل، كاتب يعني كود طويل، عاوز توصل لحتة معينة، أو أنت عاوز يعني تميز حتة كده، حتة كده في الكود أنت عاوز تميزها، بحيث إن أنت تسجلها بعدين. الحتة دي كان فيها ايرور وأنت يعني مش فاضي دلوقتي تعمل ايرور أو حاجة، عاوز تميزها بس تخليها دلوقتي، يبقى نجيلها بعدين يعني. فتيجي هنا برضو هتكتب بوك مارك، فتيجي نعمل انستول. فتيجي عند الكود مثلا عاوزين الحتة دي، فتيجي عند الكود دوس كليك يمين، دوس بوك مارك وهتدوس توجل، وهتسميها أي حاجة. تمام، بقى اعمل لك بوك مارك جنبيها. ازاي بقى نوصل لها؟ هتيجي هنا، ادي هنا علامة البوك مارك، تفتح دي وادي البوك مارك ايه جابها لك هنا. يعني مثلا لو جينا عملنا كده، طولنا الكود واحنا هنا فوق عاوزين نوصل اللي احنا عاملينها لها بسرعة، هتدوس عليها هنا كده هتيجي جابها لك، تك عنديها ايه على طول. في حاجة تانية برضو ايه هتريحك او هتساعدك وانت بتكتب الكود في الايرور. مثلا لو في ايرور بيطلع كتير او حاجة زي كده، فدي هتساعدك في الايرور. هتيجي هنا تكتب كود سبيل، هتعمل انستول. هنيجي هنا شايف ده كله احسن، ده مفيش اكواد مكتوبة، ده مفيش. ده كله بيقول لك ايه ايرور، يعني البداية ما بعمل لك خط تحتيها البداية بيقول لك ان دي ايرور. يعني لو جينا كتبنا الكود عادي بتاعنا مش هتيجي كتب لك اي حاجة. تمام، مش هتيجي كتب لك اي حاجة في التاج بتاعتنا. لكن ممكن هو يكتب لك هنا عادي، يكتب لك دي عادي ان هو محمود، ده اسم اكيد مش مسجل في الفيجوال ستوديو. في حاجة تاني برضو عشان تسهلك برضو موضوع ايرور، وانك تشوف الايرور، حاجة اسمها ايرور لينس.
يعمل انستول. الايرور ظهر معاك بلين كامل كده، بلين كامل وسط الكلام كله، ايه ظهر معاك الايرور بلين كامل. ايه بيقول لك في ايرور في كلمة محمود، هنشيلها له كلمة محمود دي خالص. تمام تمام. في حاجة تانية برضه عشان نخلي الشكل أحلى، الشكل أحلى يعني وأريح للعين. شايف الجزء ده، الجزء ده على الجنب يعني إيه، أنا لا أرشح إن يبقى الجزء ده يبقى على الجنب يعني. فإزاي مثلا عايزين نخلي شكله أحلى، هنيجي هنا سيتنج يعني، هتكتب أكتيفيتي بار. أكتيفيتي بار تمام، أكتيفيتي بار لوكيشن. هتيجي تخليها توب، هتيجي تبص ظهره معاك إيه، بيقوم معاك فوق هنا، ظهره معاك بيقوم معاك إيه فوق. حلو. بس وكده كان كام حاجة، بس إيه إن إحنا نحسن تجربتنا في فيجوال ستوديو كود. واللقاء في باقي الفيديوهات.